أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم إبعاد ثنائي ليستر سيتي رياض محرز وإسلام سليماني من تشكيلة المنتخب لمواجهة الكاميرون في تصفيات كأس العالم. هذا وأصبح المنتخب الجزائري الذي كان قد بلغ ثمن نهائي النسخة السابقة من المونديال أصبح خارج حسابات التأهل، وهو ما دفع الاتحاد الجزائري لاستبعاد عدد من اللاعبين من ضمنهم أيضا نبيل بن طالب لاعب شالكي، عدلان قديورة لاعب ميدلزبرا، حيث أشار رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى أن هؤلاء اللاعبين مبعدون مؤقتا عن الخضر. كما وأعلن رئيس الاتحاد اعتزال قائد المنتخب السابق كارل ماجاني دوليا بعد أن خاض مع الجزائر 56 مباراة دولية أحرز خلالها 3 أهداف. أوقفت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم رئيس اتحاد منطقة الكاريبي غوردون ديرياك من ممارسة أي نشاط كروي ل6 أعوام، والسبب ارتكابه لمخالفات مالية. الفيفا ذكر أن السبب في هذه العقوبة يعود لاتهام ديرياك بخرق مبدأ تضارب المصالح وعرضه وقبوله لهدايا وسوء إدارة رأس مال اتحاد منطقة الكاريبي، إضافة لسوء استخدام مركزه. أضاف الاتحاد الدولي إذن أن غوردون ديريك لم يتعاون بالصورة المطلوبة مع التحقيقات. كشفت يومية لوموند الفرنسية وجود علاقات مشبوهة بين سيرجي بوبكا العضو في اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وفالنتان بالاخنشيف الرئيس السابق للاتحاد الروسي لألعاب القوى والموقوف مدى الحياة. إذا مرة أخرى يصنع فوز البارسا، يسجل 9 أهداف إذا لصالح البارسا ويتصدر ترتيب الهدافين. بعد الفاصل نلتقي. يصبح ب9 أهداف ويتصدر ترتيب الهدافين في الليغا الإسبانية. نعيدها وفي إعادة إفادة، هذه أول مرة يسجل فيها ميسي 9 أهداف في بداية الليغا الإسبانية منذ أن وصل إلى البارسا. كان حقق أفضل رقم ب8 أهداف وذلك في 2011-2012 أي في بداية 2011. هيا نتذكر معا الأهداف. ميسي حتى على كرسي الاحتياط. البارسا إذا يضمن من 5 مباريات 15 نقطة. إشبيلية ثانيا، فالنسيا ثالثا، ريال سوسيداد رابعا، خامسا كل من ريال مدريد واتلتيكو مدريد. في المركز الاخير مالاغا والافيس من دون اي نقطه وبنقطه وحيده ديبورتيفو لا كورونيا. هذا هو الترتيب. اذا طبعا ميسي تسجيلا في ايبار يصبح اذا ب12 هدفا، اذا طبعا بنصف هذه النتيجة. سواريز رونالدو سجل 5 أهداف في مرمى ايبار، وباكو الكاثير الذي لم نعد نسمع عنه في البارسا أيضا سجل 5 أهداف في مرمى ايبار الذي يتلقى أهداف كثيرة. وشاهدنا في مباراتين اليوم 12 هدفا أيضا. طبعا هذه الليغا الإسبانية إثارة وأيضا أهداف. سنذهب مباشرة إلى الكامب نو مع الزميل أشرف بن عياد. أشرف، مساء النور، ماذا عندك؟
شكرا لك زميل الاخضر. معنا مهاجم ايبار سيرجي هنريك. سيرجي muy buenas. Muchísimas gracias وشكرا على قبول دعوة بين سبورت. ايبار خرج بجسارة ولكنه خرج بهزيمة كبيرة أمام فريق مثل برشلونة. من الصعب عليك أن تقارعهم، وكنا على قناعة بأن المباراة ستكون صعبة، ولكننا خرجنا بأمال كبيرة وكانت لدينا الفرصة الأولى، لكن حارس المرمى كان تدخل جيد، وبعد ضربة الجزاء جاءت ميسي ومعزوفته. هذا أود أن أسألك عنه، كم من المرات مر بخيالك هذه الفرصة الضائعة؟ كنت أتخيل بأنني كنت في حالة تسلل، وبعد التحكم الجيد في الكرة ولم أكن أعرف أين أرسل الكرة، وتير شتيجن كان رائع. ضربة الجزاء كيف رأيتها؟ هنا من السهل أن تحسب ضربة جزاء لصالح برشلونة، وفي الموسم الماضي خضنا مباراة صاحبها الجدل الكثير وكانت هنالك ضربتي جزاء. ليس من العدل أن يساعد التحكيم هذه الفروق الكبيرة، وهذا يضر بالفروق الصغيرة التي تحاول أن تخرج بنتيجة إيجابية. السؤال الأخير، هل شعرتم بعجز أمام ميسي؟ كما قلت بكل الاحترام لميسي، هو لاعب من كوكب آخر ويجب عليه أن يلعب لوحده فقط، ولديه جودة عالية، سأقول لأبنائي أنني لعبت ضد ميسي. زميل الأخضر، جملة تاريخية، سيقول لأولاده بأنه لعب ضد ميسي، لكنه يحذر بأنه لا يجب تقديم المساعدات التحكيمية لأندية كبيرة مثل برشلونة. شكرا زميلي أشرف. هذا ما قاله أيضا داني غارثيا منذ لحظات، بأن طبعا الهدف الأول كان هدية من الحكم، لكن شاهدنا بأن هناك ضربة جزاء. نعود إلى الهدف وإلى اللقطة مرة أخرى كابتن. يبدو أن هناك اعتداء على سيميدو، أليس كذلك؟ في ركلة جزاء، في ضربة الجزاء. يعني هو يعني الحكم هو اللي أقدر على لكن في عرقلة، كان في احتجاج من اللاعبين. نعم. هو دائما ما يتحدثون في الدوري الإسباني أن الحكام يجاملون الفرق القوية ريال مدريد وبرشلونة، لكن أعتقد اليوم الحكم كان جيد، يعني ما ارتكب أخطاء حاسم. هذه الكرة نشاهدها، كرة يعني سيميدو، يعني أعتقد زاوية أخرى سأشاهدها أفضل. نعم، ممكن تكون من زاوية أخرى أكثر. نعم، ما فيها ذاك الوضوح الكامل. نحن يعني. نعم، هنا يعني وضع قدمه وفي يعني فيها شك، يعني مو صريحة 100%، يعني فيها شك، ولكن يعني الحكم كان يعني شوف الحكم زاوية الرؤية مالته جيدة كانت. وكان إنريك يقول بأن البارسا بقوته بنجومه بميسي لا يحتاج إلى ركلة الجزاء. نعم، إذا يقول كذا هو محق في الكلام، يعني هو محق، لكن يعني دائما يعني الحكام يعني جزء من اللعبة. هذه الأخطاء سيميدو كان أسرع بعض الشيء، حتى عملية الاحتكاك غير صريحة، مدافع يعني. ربما كان تأخر بعض الشيء وتمت عملية الاحتكاك، لكن تبقى عملية تقديرية من الحكم، لأن حتى تموضع الحكم كان وراء المدافع والمهاجم. لم يكن يعني لو كان في حكم رابع ممكن كان يشاهد اللقطة أكثر وأحسن، لكن كان هناك دفع، كان هناك احتكاك حتى بالرجل صار رجل المدافع، وبالتالي أظن شوف هنا حاول استخدام جسمه أكثر المدافع. كان هناك يعني لحظة سيميدو يعني كان أسبق الكرة، ومن ثم كان هناك الدفع، بالتالي لا أظن ضربة جزاء. كان دفع من الخلف لأنه كان استفاد من الكرة، يعني سيميدو كان سيطر على الكرة، كان هو سبق على الكرة. نعم. كان المدافع ينوي استخدام جسمه أكثر للاحتفاظ على الكرة، لكن تأخر بعض الشيء، وبالتالي كانت هناك عملية دفع باليد. عجبني اعتراف أيضا إنريك لزميلنا أشرف بن عياد عندما قال بأنه هذا لاعب جاء من كوكب آخر، يعني يجب أن لا يلعب في هذا الدوري، ممكن يلعب في دوري آخر. خيالي هذا الكلام أصبح مسلم فيه. ميسي يعني كامل الأوصاف، أعتقد هو الأفضل في التاريخ برأيي، وأفضل من لاعب كرة قدم في التاريخ. طبعا هو يخلق الفارق دائما، واليوم يعني اللاعب يسجل 9 أهداف خلال 5 مباريات،
يعني في باقي 33 مباراة كم سيسجل. طبعا هي أفضل بداية، أعتقد هو اليوم كان هو في هذا الموسم بدأ بشكل مثالي ولا زال، لكن على العموم أعتقد أيضا برشلونة ارتكب الأخطاء على مستوى الدفاع، وهذا ما قلناه في الشوط بين الشوطين، والدليل أنه سجل إيبار من هدف وضاع فرص كثيرة، ضاع كرة بالعارضة، كرة بالعمود، كرة إنوي اللي اخرجها تير شتيجن. فانا اعتقد هنالك اخطاء على مستوى الدفاع، يعني لو مسجل الفرص المتاحه بالنسبه لإيبار ممكن كان يسجل 3 أهداف اخرى. لكن ميسي لاحظ اليوم ان هناك رغبه كبيره عند اللاعب في التسجيل، في مشاركه الزملاء، تقديم النصائح للشباب. هو دائما هو القائد الأخضر، دائما عندما نتكلم على برشلونة أنا محظوظ، برشلونة محظوظ بوجود ميسي في هذه الفترة مع فريق برشلونة، وبالتالي دائما